مساعدة زوجتك على تقليل العصبية. مش دايما العصبية معناها إنها مش بتحبك، ساعات بتكون محتاجة حضن أكثر من نصيحة. افهم هي ليه عصبية: الشغل، الأطفال، المسؤوليات، حاجات كتير ممكن تكتمها جواها. جرب تسألها بهدوء: حاسس إنها مضغوطة؟ تحب تحكي لها شوية بعيد عن الأولاد؟ وخلي ودنك حضن مش محكمة. لما تحكي لك عن حاجة مزعلاهم، بلاش تقول إيه يعني، قول أنا حاسس بيكي وانتي مش لوحدك. ما تسأليش حد، أنا جنبك يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين والمشاهدين، أهلا بكم في مساعدة زوجتك على تقليل العصبية. وقبل ما نكمل كلامنا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلنستكمل باقي الحديث. على الزوج مشاركة هم الزوجة. لو شايلة الحمل كله لوحدها، ساعدها في البيت اللي تقدر عليه. مرة اغسل الأطباق، أو وصل ابنك للتمرين أو المدرسة، أو حتى اعمل معاها طبق السلطة ده ما يقللش منك، أو حتى حضر كوباية الشاي. دي حاجات بتزود من رجولتك، في نظرها بتكون كبير جدا جدا، ومش بتقللك بقى، بالعكس بتكون كبير في وسط أسرتك، لأن هم دول الحضن وهم دول أمانك. والشعور والاطمئنان بالإحساس اللي بتهديه لأسرتك عن طريق حاجات بسيطة جدا تهديها لهم، اللي هي الطبطبة والحضن، اللي لما بترجع من شغلك بتديهم الأمن والأمان والحب والرعاية. بلاش تفكر تحل وهي متوترة. يعني لما تكون الأم أو الزوجة متوترة، بلاش تكون في الوقت دوت تحل وقتها. لو لقيتها متنرفزة ما تردش بنفس الطريقة، استناها لما تهدى، وبعد كده اتكلموا بهدوء. قول أنا سامعك، إيه اللي معصبك كده؟ نفسي نتكلم من غير ما نزعل بعض. على الزوج أيضا إن ساعدها، أيوة ساعد الزوجة إن يكون يومها نص ساعة تعمل حاجة هي بتحبها من غير الأولاد أو البيت. تروح مثلا جيم، تعمل تمارين، تمارس هواية مفضلة، يعني بعيد عن الروتين اليومي اللي هي كل يوم معتاد عليه. تنزلها مثلا، تخرجها، تاخدها كده في فسحة، بحيث ان تكسر حاجز الملل اليومي اللي هي معتادة عليه. ده بيخليها في حالة تانية جدا جدا، وفي حالة ان هي تستعيد حياتها في الحياة الأسرية. الهدية بالنسبة للزوج، الهدية مش لازم أن تكون ورد، ممكن تكون وقت منك.
وقت منك بعد شغلك إنك تسمعها وتاخد برأيهم. وممكن تبقى معاها في أي وقت تشوف هي تعبانة من حاجة، نفسيتها والضغوطات اللي عليها. تاخدها في يوم، تخرجوا خروجة سريعة كده أول الشارع وبتتكلموا سوا وتمسك إيديها، آه، كأنكم في أول حياتكم. لا حرج في الكلام دوت، على إن هو بيزود من الروح الأسرية. أو حتى كلمة تسلم إيديكي، أنا فخور بيكي، ربنا يخليكي. الكلام ده كله جميل جدا، بيعلي في الروح النفسية. بالنسبة للمرأة بيخليها مش متعصبة، بيخليها هادية جدا جدا. وكلمة بحبك كلمة جميلة جدا جدا، فبتعلي من روحها النفسية. بلاش ناخد طابع الملل في كل وقت ونقعد نتكلم بطريقة ده بيتك وانت حرة فيه واعملي اللي انت عايزاه ومعرفش ايه والكلام دوت. طب ما هو بيتها هو بيتك، فلازم يكون قلبنا على قلب بعضنا، ونبقى ناخد ايدنا بايد بعض ونسند ايدينا بإيد بعض وكتفنا على كتف بعض، عشان أولادنا تطلع أولاد عارفة إن الحب والرعاية والأسرة بهدوء الأعصاب بتفاؤل. أيا كان لو ضغوطات الحياة بتتعبك، فالبيت هو راحتك وأمانك واستقرارك. نفترض إن الزوجة كانت متعصبة لمرض داخليا أو نفسيا، الموضوع ده بيكون طويل جدا جدا، وبتكون انت سندها الأول والأخير بعد ربنا طبعا. بتكلمها ان انت تاخدها على متخصص يشوف حالتها، وان انت هتكون جنبها وقت ما تكون تعبان. وطبعا عمرك ما هتبعد عنها وقت ما تكون محتاجاك في الأول وفي الآخر. كلمة أخيرة، مش كل صوت عالي هجوم، ومش كل عصبية كره. ساعات بيبقى صوت تعب بيقول طمني إني مش لوحدي. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام. أهلا ومرحبا بكم في قناة الملكة سوسن النجار. الرجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة على الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.